So, ladies and gentlemen, hear that engine and instantly you realize that BMW M cars are just a breed apart. Ladies and gentlemen, the first ever BMW M2 Coupe. هذه كانت جوهرة شركة بي ام دبليو خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات، حيث قرر الصانع الألماني أنه ينافس بكافة الفئات وأحجام السيارات، وقدم القسم الرياضي فئة من الفئة الثانية تعتبر واعدة من حيث الأداء والتجهيزات، ولكن المفاجأة تمثلت بهوية مصمم هذه السيارة. حسين العطار هو المصمم الخارجي للبي ام دبليو ام 2 يلي عم نشوفها بديترويت بظهورها الرسمي يمكن الأول. سيارة عندها عضلات كثير قويه رياضيه، ما نساله لحسين عنها. حسين من اصول عراقيه واكيد بيشرفنا نستضيفه على شاشه قناه الحر. حسين يعطيك الف عافيه، سياره حلوه كثير وقويه كثير، وبس تطلع لها بنشوفها كاننا عم ننظر لام 4 يعني على شكل مصغر. خبرنا شوي كيف حطيت الخطوط تبعولك بما انه انت صممت الخارج تبع السياره. الام 2 هي يعني جزء من عائله ال2 سيريس البي ام بي، واحنا اللي سويناه ان هذه اللي هي النسخه الرياضيه لل2 سيريس الام 2. فاحنا بدينا وهي سياره هي اصلا موجوده ال2 سيريس الام 235 اي، وبدينا نغير اجزاء من السياره. غيرنا المقدمه مال السياره، غيرنا العضلات مثل ما قلت بالمقدمه وبالمؤخره، وبالخلفيه هم غيرنا البمبر. فاحنا بدينا بالبدايه كلها طبعا هي فانكشنال ديزاين، لازم يمشي، لازم كل التكنيكال ريكوايرمنتس تكون موجوده. فاحنا نحتاج طبعا بالبدايه لان المحرك اقوى، محرك رياضي، فيحتاج هواء اكثر. فمع ذلك فلهالسبب الفتحات بالمقدمه تكون اكبر، فالمشان لازم نغير. واكيد حسين بدها تكون السياره بتشبه باقي سيارات عائله بي ام دبليو. بالضبط، لازم نبقي نفس الملامح اللي ملامح لعائله البي ام دبليو، ملامح عائله الام، سيارات الام اللي هي السيارات الرياضيه عند البي ام دبليو. فاذا تشوف مثلا بالمقدمه عندنا الفتحه اللي تكون الشكل مالتها هيك على شكل حرف A تقريبا، بعكس مثلا الام سبورتس باكجز that we have اللي هي على شكل حرف V. فهو هذا واحد من الاختلافات الكبيره اللي هي بينه وبين الام 235 العاديه. بالضبط. وبعدين عندنا العرض السياره اللي هي طبعا كلش يعني تكون بين يعني لانه الاكسس مال السياره هي طبعا رياضيه وتكون اعرض، حتى السياره تكون لما تمشي زين قد ايه بتتطلب يعني قد ايه طلبت منك مجهود حتى تطلع بهاي الخطوط؟ يعني يمكن لو واحد بيطلع على السياره ام 2 بحس انه السياره يعني اوكي سياره رياضيه، بس قد ايه بتتطلب من المصمم وقت ومجهود حتى يطلع بهالنتيجه؟ مجهود كبير، واحنا لازم نشتغل دائما مع المهندسين. عندنا المهندسين الميكانيكيين اللي هم طبعا يطورون السياره، يطورون ويسوون الكونستراكشن للسياره، فاحنا لازم دائما نشتغل وياهم. فاحنا نسوي مثلا طبعا هي سهل انه تسوي رسمه، تسوي سكتش وتقول انه هريدها مثل ما هو، بس طبعا يجي المهندس ويقول لا بس الاكسس مثلا لازم تكون اعرض او لازم تكون اقل. فاحنا دائما نغير طول الوقت، احنا بس نغير، فهوايه مجهود هوايه وقت. حتى بالنهايه هي مو بس الخطوط وانما حتى سطح السيرفيسز مال السياره. يعني السيرفيسز هي كلش مهمه. احنا دائما نتكلم عن الهايلايتس اللي هي شلون الضوء ينزل على سطح السياره وشلون الضوء يمشي على سطح السياره، فهي كلش مهمه. يعني تشوف هسه اذا الاضويه، اذا تشوف الانعكاس مال الاضويه على السياره لازم يمشي بطريقه معينه على الرفراف الخلفي للسياره كمان. بالضبط. حتى هذا شلون يعني دائما هذه كلش مهمه بالنسبه لنا، لانه اذا الاضويه تمشي بشكل معين معناها السطح بيرفكت. حسين هذا اول يمكن ميجر ورك بي ام دبليو لك، يمكن في شيء بروجكت للفيوتشر فيك من هلا تعطينا هند على سياره معقوله تشتغل بالمستقبل؟ طبعا ما اقدر اقول لكم عن المعلومات، اكو مشاريع جايه ان شاء الله، بس ما اقدر ادخل تفاصيل بها. شكرا لك وبالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا.